بيبدأ الفيلم بتيانا ولوتي وهم أطفال صغيرين، وبتكون مامة تيانا بتحكي لهم قصة الضفدع اللي باس الأميرة علشان تكسر السحر اللي حوله لضفدع. وبتكون لوتي مبسوطة جدا بالقصة، حتى إنها بتقول إنها ممكن تبوس 100 ضفدع بس علشان تكون أميرة. أما تيانا على عكسها تماما، بتكون قرفانة ومش قادرة تتخيل إن ممكن حد يبوس ضفدع. وبعد كده بيدخل والد لوتي وهو شخص غني جدا، وبنعرف إن مامة تيانا شغالة عندهم خياطة، وبيعدي الوقت وبتمشي تيانا ومامتها وبيوصلوا للبيت اللي بيكون في حي فقير. وجوه بنشوف تيانا وهي بتعمل اليخني اللي باباها علمهولها، وبنعرف إنها بتحب الطبخ جدا زي باباها وبيكون فخور بيها جدا. وبالليل بيوريها والدها صورة مطعم وبيحكي عن حلمه إن نفسه يفتح مطعم يجيله ناس من أنحاء العالم عشان بس يدوقوا الأكل بتاعه. وبعد لما بينيموها بتجري تيانا بسرعة ومعاها صورة المطعم عشان تتمنى من النجمة إن أمنية والدها تتحقق. ولكن فجأة بيطلع لها ضفدع فبتتخض جدا وبتجري على جوه. وبيعدي سنين وبتكبر تيانا، وبنعرف إنها بتحوش عشان مطعم والدها اللي بيكون مات في الحرب، وهي بتشتغل أكتر من شغلانة عشان تقدر تجيب المطعم. وبتروح تيانا المطعم اللي بيكون فيه أصدقائها، وكالعادة الكل بيتريق عليها عشان هي طول الوقت بتشتغل ومش فاضية حتى تخرج معاهم. وفي الوقت ده بيدخل والد لوتي وبتسلم عليه تيانا وبتقدم له الفطاير بتاعتها. وبعديها بتدخل لوتي اللي بتكون متحمسة جدا وبتقول لتيانا إن الأمير نبيل جاي عندهم النهاردة بسبب زيارة للمهرجان وهيطلب إيديها للجواز، وساعتها أخيرا هتكون أميرة. وبتفرح لها تيانا جدا، وساعتها لوتي بتطلب منها إنها تعمل لها الفطير بتاعها ده في الحفلة، وبتديها فلوس كتيرة جدا. وبتتصدم تيانا من الفرحة لأنها بالفلوس دي كده هتقدر تشتري المطعم. وبعدها بتروح تيانا تقابل الاتنين اللي هتشتري منهم بيت قديم عشان تفتحوا مطعم، بتتفق معاهم على العقد. وساعتها بتيجي والدتها وبيكون معاها حلة اليخني اللي باباها كان دايما بيطبخ فيها، وبتحضنها تيانا وبتقول لها ان باباها وحشها جدا. وبتدخل هي ومامتها جوه تبدأ توصف لها هتعمل ايه بالظبط وهتحط كل حاجة فين، وبتكون مبسوطة جدا انها خلاص على وشك تحقق حلمها. وفي نفس الوقت بيكون الامير نافين وصل وبيكون قاعد بيرقص في الشارع، وبيجي الخادم لايس وبيقول له انهم اتأخروا ولازم يمشوا علشان الحفلة. وهما ماشيين بيقابلهم ساحر في المدينة وبيقول له ان ممكن يشوف المستقبل، وبيتحمس الامير جدا. ولكن الخادم لويس بيقول له انه بيضحك عليه ونصاب، وبيتعصب الساحر عليه جدا وبيقول للامير انه عارف انه مفلس وانه محتاج يتجوز الاميره عشان يكون معاه فلوس، وده لان اهله مانعين عليه المصروف. وبيستغرب الامير جدا ان عارف كل ده عنه، وبيبدا يعمل لهم سحر وبيعرض عليهم كروت سحر. وفي الوقت ده في الحفله بتكون لوتي متوتره جدا لان الامير اتاخر عليها، وبتحاول تيانا تواسيها. وفجاه بيدخل الامير نافين وبتفرح لوتي جدا تجري علشان ترقص معاه. وبعدين بيجي الاتنين اللي متفقه معاهم تيانا على البيت اللي هتشتريه، وبيقولوا لها ان في واحد دفع فلوس اكتر وعشان كده مش هيقدروا يبيعوا لها البيت، ولو هي عايزه لازم تدفع فلوس اكتر قبل نهايه الاسبوع. وبتزعل تيانا جدا وبتحاول تمسك فيهم ولكنها بتقع، وبتشوفها لوتي وبتاخدها الاوضه بتاعتها عشان تديها فستان من بتوعها. وبتنبهر لوتي بشكلها جدا لانها شبه الاميرات بالظبط، تستأذن منها عشان تروح للامير نافين. اما تيانا بتبص للنجمه عشان تتمنى ان حلمها يتحقق، ووقتها بتشوف ضفدع قدامها وبتفتكر قصه الضفدع وهي صغيره والصدمه انه بيتكلم الضفدع. وبتخاف تيانا جدا وبتفضل ترمي عليه حاجات في الأوضة، ولكنه بيحاول يهديها وبيقول لها إن الأمير نافين. ولكن تيانا بتقول له لو أنت الأمير نافين أمال مين اللي تحت مع لوتي؟ وساعتها بيقول لها إنه مش فاهم حاجة هو كمان، وكل اللي يعرفه إن ظهر له ساحر وفجأة لقى نفسه ضفدع وملزق كده. وبعدين بيشوف كتاب وبيلاقي فيه قصة الضفدع وبيفهم القصة، وبيقول لها إنها لازم تبوسه عشان يرجع أمير مرة تانية. ولكن تيانا بترفض في الأول وبعد كده بتوافق لما بيقنعها الأمير إنه هيديها فلوس كتير جدا لو ساعدته. وبتفكر تيانا في المطعم فبتوافق تبوسه، ولكن المفاجأة إنها بتتحول هي كمان لضفدعة. وبتتصدم تيانا وبتتضايق جدا منه وبتتخانق معاه، وبيقعوا هما الاتنين من البلكونة تحت في الحفلة، والناس كلها بتتصدم وبيهاجموهم وبيقدروا يهربوا منهم في الآخر. وبنعرف بعد كده إن الأمير نافين اللي في الحفلة بيكون مساعده لويس، وإن اللي عمل كده الساحر، وإنه بيتحكم في ده عن طريق سلسلة فيها دم الأمير نافين. وبعدين بنروح لتيانا والأمير نافين وبيحكي لها كل اللي حصل مع الساحر، وبيعرف منها انها مش اميره وانها مجرد جرسونه، وبيتعصب جدا لان بسبب كده التعويذه باظت. وتيانا بتزعله هي كمان، وفجاه بيهجم عليهم طائر وكمان تماسيح، وبتقدر تيانا انها تهرب منهم في الشجره، ولكن الامير نافين مش بيقدر يطلع وساعتها بتساعده. وتاني يوم بتصحى تيانا وبتصحي الامير وبتجهز قارب خشب عشان لازم يرجعوا للمملكه. وبيبدا الامير نافين يغني، ولكن فجاه بيظهر تمساح من وراه وبيخافوا جدا، بس التمساح بيعرفهم انهم طلع لهم عشان عصف الامير
الأمير عجبه وإنه مش هيعمل لهم حاجة وبيعزف، وساعتها بيعجب الأمير عزفه جدا وبيقولوا له إنهم بني آدمين وبيعرف إنهم اتصابوا بلعنة، وساعتها بيعرض عليهم إنه هيوديهم لماما أودي ودي أشطر واحدة في السحر وهتقدر تساعدهم. وفي الوقت ده بتكون لوتي بتفطر مع لويس اللي عامل نفسه الأمير، وفجأة ودانه بتكبر وبيبص في السلسلة وبيعرف إن الدم بدأ يقل، وساعتها بيعرض على لوتي الجواز عشان يلحق نفسه وبتفرح جدا وبتمشي عشان تجهز للفرح. وبيجي الساحر وبيشوف إن الدم كله خلص وبيرجع المساعد لشكله الطبيعي، وبنروح لتيانا اللي بتحكيلهم عن حلمها هي ووالدها في إنها تفتح مطعم، وبيقول لها الأمير إن حاسس بالجوع وبسبب إنه ضفدع بحركة تلقائية بياكل حشرة، وتيانا لسه هتقوله إنها استحالة تعمل زيه ولكنها مش بتقدر تقاوم هي كمان. وشوية وبيظهر ليهم الحشرة ري وبيتعرف عليهم وبيعرف منهم إنهم رايحين لماما أودي، وبيستغرب لأن ده مش الطريق بتاعها، وساعتها بيساعدهم وبينور لهم الطريق هو وباقي الحشرات. وبنشوف الساحر وهو بيطلب المساعدة من الأرواح الشريرة عشان يجيبوا له الأمير نافين في مقابل إنه هيحكم المملكة وهيخليهم يتحكموا في نفوس الناس كلها. وفي الوقت ده وهما بيتمشوا بيجي صيادين في البحر وبيحاولوا إنهم يصطادوا الأمير وتيانا، ولكنهم في الآخر بيقدروا يهربوا منهم، وبعدين تيانا بتعمل لهم أكل وبيعجبهم جدا وبيقضوا وقت حلو مع بعض. وبنلاحظ إن الأمير بدأ يحب تيانا، ولكن فجأة بتهجم الأرواح الشريرة على الأمير عشان ياخدوه، والمفاجأة إن ماما أودي بتظهر وبتقدر تنقذه منهم، وبيدخلوا معاها الكهف وبيحكوا لها كل حاجة وإنهم طالبين مساعدتها. وساعتها بتقول لهم لو عايزين التعويذة تتفك لازم الأمير يبوس أميرة قبل نص الليل، وبعدها بيركب الأمير وتيانا السفينة اللي هترجعهم للمدينة، وبيعمل الأمير عشاء رومانسي لتيانا عشان يعترف لها بحب، ولكنه بيتوتر جدا. وبعديها بتحكي له تيانا إنها مبسوطة عشان خلاص قربت تحقق حلمها، لأن بكرة الصبح آخر يوم للمهلة اللي اداها لها أصحاب المطعم. وساعتها الأمير نافين بيرجع في كلامه وبيقرر إنه مش هيعترف لها بحبه وإنه هيساعدها في تحقيق حلمها. وبعدها بتخطف الأرواح الأمير نافين، وفي الوقت ده بتكون لوتي بتخبط على الأمير المزيف، وساعتها بيوصل الأرواح الشريرة وهي معاها الأمير نافين وبياخد الساحر منه الدم. ولما السفينة بتوصل بتسأل تيانا عن الأمير، وساعتها ري بيقول لها إن آخر مرة شافوا فيها قالوا إنه هيعترف لك بحبه وكمان هيشتغل عشان يساعدك تفتحي المطعم. تفرح تيانا جدا وبتروح تدور عليه، وللأسف بتشوف لوتي ومعاها الأمير المزيف وبتفكر إن ده الأمير نافين وبتزعل جدا وبتمشي. وبيروح الحشرة ري علشان يواسيها ولكنها بتقول إن مش كل الأحلام بتتحقق، وبيزعل ري عليها جدا وبيقرر إنه يروح الحفلة. وساعتها بيعرف إن الأمير نافين محبوس في صندوق وبيقدر يطلعه منه، وبيهجم الأمير نافين على المساعد وبياخد منه السلسلة وبيقدر ري يشيلها، وبيروح لتيانا وبيقول لها إنها تحافظ عليها وإنها ما ينفعش تقع في إيد الساحر أبدا. وبتجري تيانا، وأثناء ما الحشرة ري بيحاول يوقف الساحر ساعتها الأرواح الشريرة بتضربه، وبيوصل الساحر لتيانا وبيفضل يستخدم ألاعيبه عشان يقنعها إنها لو اديته السلسلة هيساعدها تفتح المطعم بتاعها، ولكنها مش بتوافق وبتقوله إن باباها صحيح محققش حلمه ولكنه لقى الحب الحقيقي. ولكن الأرواح الشريرة بتخطف منها السلسلة، ووقتها بترجع تيانا لضفدع تاني، وساعتها بتقدر تاخد السلسلة عن طريق اللعاب بتاعها وبتكسرها وبيتدمر الساحر. وفي الوقت ده بيروح الأمير نافين وبيحكي لوتي كل حاجة وبيطلب منها إنها تبوسه بسرعة عشان يرجع أمير تاني، ولكن بتيجي تيانا تمنعه، بس الأمير نافين بيقولها إن دي الطريقة الوحيدة عشان تحقق حلمها. وساعتها تيانا بتقوله إنها بتحبه وإن حلمها مش هيكمل إلا بيه، وبتتأثر لوتي جدا وبتقرر إنها تساعدهم ولسه هتبوس الأمير، ولكن الساعة عدت 12 ووقتها بيجي التمساح وبيكون معاه الحشرة ري وللأسف بيكون مات، وكلهم بيزعلوا عليه جدا. وبعدها بيروحوا لماما أودي وبيقرروا إنهم يتجوزوا، ولما بيبوسوا بعض التعويذة بتتفك وبيرجعوا بني آدمين تاني. وده بيحصل لأنها لما اتجوزت الأمير وهي ضفدعة بقت هي كمان أميرة، عشان كده السحر اتفك. وفي الآخر بتقدر تيانا إنها تفتح المطعم وبتحقق حلمها وبتفرح مامتها بيها جدا وبيعيشوا كلهم في سعادة. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.